saya parwate hinda kari ya hari maafri jina chari chari bi maheda jiban ke muna chawkaniya baku hasan o karmahi gartna dastana rabha ببيت هتني حبيت دستان الشعب وعافري لي هاتن قتل ونيزي فاندا خاندا كورن كات وخور جماعة الخاندنة بيبهار مال يوزا حصل دستوسي خاندا كان بيزدستان وسرطانينه 2005 خاندا كان قنا خانابينه حيث مصدا خاندا كان قنا خامدهينه هروها جباي مگها كان درستي وباي مگها شيء يانا امارا نيزي كسب خاندا كان ام کسایی پرورده و هندکاری هری معافرینه کلی شرط مرجم کجبری شر و درپیش کرنا به بریانم کو ام به همو در فتن خواه حول بتن کو پرورده هزارو کن خواه بدومینن و پیشارو شکرکش جبو وان آبا بکن و دا آبا کرنا سوری که دموکراتی و یکوی در هیمانا بنگهیم بن هروها ام بانگ لهمو رفتی نو دولتی و روی سری دا یونیسیف کو زخته لحکومت شامه بکن داکو به دو پیت یارکن او زارو که ما به ما في پرورده نمینن جبل کو ما في خاندنه ما فکی رواج بو همو زارو که جهانه او زارو که مجید ناکنه والمواد الغذائية إلى المنطقة إلى جانب القصف العشوائي المستمر للمنطقة الذي يطال المدارس والمدنيين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ودخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة فإن هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين وجدت نفسها مجبرة على إعلان إغلاق المدارس منذ الرابع من الشهر الجاري بسبب انعدام توفر وسائل النقل وموارد التدفئة. هذا الإغلاق الذي طال 72 مدرسة حرمت من خلالها ما يقارب 15,000 طالب وطالبة من حق التعليم. 11,233 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والتحضيرية. 2,553 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية. 819 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية. وما يقارب 200 طالب وطالبة من طلاب المعهد الصحي وطلاب معهد الشهيدة في أمارة. إننا في هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين كلنا عزم وإصرار بالرغم من ظروف النزوح والحرب والحصار بأننا سنحاول بكل إمكاناتنا البسيطة مواصلة تعليم أبنائنا وبناء مستقبل زاهر لهم وأن يكونوا النواة الرئيسية في بناء سوريا ديمقراطية موحدة بكل مكوناتها. ونناشد كافة المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها منظمة اليونسف المعنية بحماية حقوق الطفل للضغط على حكومة دمشق من أجل فك هذا الحصار ومتابعة أبنائنا بحقهم المشروع في إتمام تعليمهم وبناء مستقبلهم.